مشهد جديد من مشاهد الوفاء والعرفان بين زعيم خلد اسمه في ذاكرة ووجدان الملايين ومحبيه الذين توافدوا من عدد من محافظات الجمهورية لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك. الآلاف جاءوا ليعبروا عن مشاعرهم الجياشة تجاه زعيم باد لهم المحبة بالمحبة، زعيم انتهج السلام مع الكرام وحتى مع اللئام، فملك الكرام وتمرد عليه الذين قابلوا التسامح بالجحود والنكران والوفاق بالشقاق والوئام بالانتقام. لم يأتوا طمعا في جاه أو منصب أو مال، فالرجل لم يعد على رأس هرم السلطة حتى يشكك البعض في تلك العلاقة التي هي أكبر من ذلك بكثير. محبتهم له وتقديرهم لما أنجزه خلال أكثر من 3 عقود خلت، إضافة إلى مواقفه الإقليمية والدولية ودفاعه عن قضايا الأمة المصيرية خلال فترة حكمه، هي ما جعلته محط تقديرهم واحترامهم. ولو لم يكن إلا موقفه المتمثل في تسليم السلطة وإيثاره الوطن على نفسه لإخراج البلد من أتون حرب أهلية وشيكة، لكان كافيا لاكتسابه كل هذا الحب والاحترام. ومما زاد من احترامه أنه لم يدعي الكمال أثناء فترة حكمه، فكثيرا ما ردد في خطاباته أنه بشر يصيب ويخطئ، فإن كان قد أصاب فذلك واجبه وما تحتمه عليه مسؤوليته، وإن كان قد أخطأ فلم يتردد عن الاعتذار. هذه المشاهد والصفوف الطويلة ممن تدافعوا للسلام على فخامة الزعيم علي عبد الله صالح وتهنئته بعيد الفطر المبارك تدعو للتساؤل: هل من السهولة بمكان أن يؤلف الإنسان بين كل هذه القلوب ولو أنفق الملايين أو المليارات للتأليف فيما بينها؟ ولماذا ينسى أو يتناسى بعض السياسيين أن علي عبد الله صالح وإن كان قد تخلى عن رئاسة البلد لا يزال رئيسا لأكبر حزب سياسي على الساحة، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي عاشوا تحت عباءته سنوات طوالا واليوم يتنكرون له، بل ووصل الحد عند بعضهم إلى المطالبة باجتثاثه، رغم يقينهم بأن الأزمة الأخيرة زادته قوة وصلابة وجعلته يعيد ترتيب صفوفه أكثر من أي وقت مضى، وما هذه الصورة إلا شاهدا على ذلك. تدافع هذه الجموع إلى دار الزعيم علي عبد الله صالح للتهنئة بعيد الفطر المبارك كما في مناسبات سابقة تؤكد أن المحبة أقوى سلاح بوجه ماكينة الإرهاب والتحريض الإعلامي والقمع النفسي. وتؤكد أيضا أن كثيرا من السياسيين في بلادنا بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مفاهيمهم حتى يفرقوا بين العلاقات الإنسانية والخصومة السياسية التي حولها البعض منهم للثأر والانتقام، لا سيما عند من فهموا السياسة على أنها المكر والخديعة وليست الحكمة والروية والتوافق والحفاظ على الثوابت والمصالح المشتركة. عيد الفطر المبارك مناسبة لاستلهام الدروس والعبر في الدعوة إلى التسامح والتآلف ونبذ كل ما يدعو للفرقة والنئيب الوطني عن الأخطار التي تحدق به. ذلك ما دعا إليه فخامة الزعيم علي عبد الله صالح، كما أكد الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والسير بالوطن نحو الوفاق والوئام والسلام من خلال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها. كما ثمن الزعيم علي عبد الله صالح عاليا هذه المواقف النبيلة لأبناء الشعب اليمني الوفي وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والأحزاب الأخرى والمواطنين الذين قدموا لتهنئته بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مسلم وتجشمهم عناء السفر للقائه والاطمئنان على صحته. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.